ما تيجي اقول لك فكرة بنناقش فيها ازاي. وتالت ازاي معانا هي ازاي تتعامل مع الكفيف في الشارع. يلا بينا يلا بينا. بداية وبعد الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حابب اقول لك ان الفيديو ده مختلف بانه ما فيهوش نقط، وبالتالي ما قلناش في الاول من خلال النقط التالية، ولكن اسئلة بنحاول من خلالها نعرف ازاي نقدر نتعامل مع الكفيف في الشارع. خلينا نمشيها سؤال سؤال، خطوة خطوة، زي ما الانجليز بيقولوا ستيب باي ستيب، وزي ما العبد الفقير لله بيقول دبة دبة. واول دبة معانا هي ايه العلامة اللي تقدر تعرف من خلالها ان الشخص اللي قدامك مش شايف او كفيف؟ بادئ ذي بدء. الناس نوعين، نوع سريع البديهة ونوع اقل سرعة. النوع الاول يقدر يعرف ان اللي قدامه مش شايف بمجرد النظر، اما النوع التاني فمحتاج العلامة. العلامة دي هي العصا البيضاء اللي كلنا يعرف ان ليها يوم احتفال مخصوص، وانها وسيلة التعارف بين الناس على المكفوفين في اي مكان. تاني دبة اهي جيالي، سامعك في ودني بتقولها لي، كفيف شايفه ماشي في الشارع لوحده، اروح له اساعده. بص يا مرنجي، لو لقيته ماشي في امان سيبه في نور المنان، لكن لو حسيت بالخطر اتدخل من غير كلام، وما تنساش الصلاة على سيدنا النبي خير الأنام. تالت دبة، أنا حاسس إنه محتاج لمساعدة، أعمل إيه؟ بسيطة خالص، اتبع التعليمات. واحد، روح له واسأله بلطف، لو قالك لأ سيبه مشكورا، بين قوسين تلطف ولا تتطفل. طيب لو قالك لأ، هتجيلنا نمرة 2، وهي انك تسأله عن طلبه او الحاجة اللي عايزك تساعده فيها وتنفذها له زي ما هو عايزها بالظبط. رابع دبة، امسكه ازاي؟ لو كنتم من نفس الجنس، يعني ولدين او بنتين، مش هيبقى في مانع، لكن لو كنتم مختلفين، يعني ولد وبنت او بنت وولد، يبقى فيها كلام. والكلام هنا على الطرف والطرفين، طبعا محدش فاهم حاجة خالص وكله بيقول يا عم مصطفى وضح، اشرح، ابوس ايدك. يا سيدي لا تبوس ايدي ولا بوس راسك، اعمل لايك وشير وصلي على النبي وانا كده هبقى مبسوط 100 فل و10. اللي اقصده اننا هنمسك حاجة من طرفيها، العصاية بعد ما نطبقها، ازازة، شنطة، كتاب. طيب لو مفيش، يبقى هنمسك اطراف الدراع من عند الكتف او الكوع او المعصم. اخيرا اتمنى نكون استمتعنا وتعلمنا سوا. ما تنساش تعمل لايك وشير وتصلي على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ولو عندك تعليق او اضافه تسيبها في الكومنتات. كنتم مع مصطفى حسين.